في 1927 بتصحى مصر على خبر في الجرايد لجريمة يمكن اتصورت وقتها ان هي من ابشع الجرائم اللي حصلت في مصر في الوقت ده. الجريمة دي كانت مقتل صاحب محلات شيكوريل. شيكوريل اللي ما يعرفش هو براند ملابس معروف وقتها في مصر وليه فروع في كل حتة، حاجة كده زي زارا يعني. صاحبه كان اليهودي اللي من اصل ايطالي سالمون شيكوريل. المعروف عنه وقتها انه كان شخص بسيط، بالعكس تلاقيه من الشخصيات الطيبة جدا واللي عينيه دايما مليانة حزن. يمكن ده كان بسبب موت ابنه اللي وقع من البلكونة بتاعت الفيلا اللي كانوا عايشين فيها في الزمالك. بعد موت الابن فضل سالمون ومراته عايشين في الفيلا دي لوحدهم، وكان عنده سواق اسمه خريستو. بس خريستو ده في الايام الاخيره ابتدت مشاكله تظهر كده واضطر سالمون ان هو يطرده، فالسواق حب ينتقم. راح ساعتها اتفق مع 3 من اصحابه ان هم يسرقوا الفيلا، وفعلا دخلوا الفيلا واتسحبوا بالليل في نصاص الليالي لحد ما طلعوا من اوضه النوم. الخطه كان انهم يخدروا سالمون ومراته ويسرقوا كل اللي يقدروا عليه من الفيلا، وبالفعل خدروا الزوجه. لكن في اللحظه دي كان حس بيهم سالمون، قام بسرعه عشان يدافع عن نفسه، لكن للاسف تمكنوا منه وقعوه على الارض وابتدوا يطعنوه 11 طعنه في كل حته في جسمه. الطعنات دي كانت كفيله جدا ان هي تموته. مراته اللي كانت المفروض ان هي متخدره للاسف كانت صاحيه وشايفه كل حاجه بعينيها، بس كانت عامله نفسها مغمى عليها. انت متخيل؟ شايفه كل طعنه بياخدها جوزها ومش قادره تتكلم من الخوف. منظر كان اكيد صعب ان هي كاتمه الصرخه جواها ومش قادره تطلعها، لدرجه ان هي بعد ما اتعرفت على المجرمين اللي اتحكم عليهم اوريدي بالاعدام ما قدرتش ابدا تتخطى الصدمه دي، وقررت بعدها ب40 يوم انها تنتحر وبتفضل فيلا تماما. بعدها بفترة بسيطة ابتدى سكان المنطقة يلاحظوا حاجة غريبة جدا بتحصل في الفيلا. كلهم كانوا بيأكدوا ان هم بيسمعوا اصوات عزف بيانو وناس بتتكلم جوه وبتحكي. الحكومة بعد التحقيقات اكتشفت ان الكلام ده حقيقي وبيحصل، فقررت ان هي تشمع الفيلا وتقفلها لمدة 30 سنة، لحد ما بيجي يوم وبيقرر انه يشتريها الضابط والفنان احمد ابو عزت ومها ابو عوف. اشترى الفيلا بعد ما مراته كانت معجبة جدا بيها، ومضى اقرار من الحكومة ان هي هتتفتح على مسؤوليته الشخصية. وبعد ما خدوا الفيلا بيومين سمعت العيلة صرخة الام من المطبخ. الأم شافت حد ماشي فعلا في المطبخ، راجل بحسب وصفها كان لابس بدلة سودة وعينه واسعة قوي وشايل شمعة في ايده. طبعا محدش صدقها وخصوصا الأب، حد ما زارهم خالهم في مرة وكان قاعد على المكتب وبيشتغل، بس عينيه غفلت شوية، وفي لحظة بيفتح عينه بيبص لقى واحد واقف قدامه نفس مواصفات الراجل اللي الأم شافته بالظبط، نفس البدلة نفس الشمعة. قام بسرعة مفزوع وبيزق الراجل، فاكتشف ان هو بيعدي من جسمه. من الخوف حرفيا شعره كله بيض رغم ان هو كان عنده 24 سنة. وبكده يبقى 2 اكدوا على وجود الشخص ده في الفيلا. فضل الاب وولاده مش مصدقين برضه، لحد ما في يوم بيتخانق الاخوات على حد يقوم يجيب الكتاب من الشنطة، وهنا بيبصوا لقوا الشنطة مرفوعة وبيخرج منها الكتاب. من الصدمة طبعا جريوا على امهم قالوا لها على اللي حصل، بس يمكن تأثير الفزع ما كانش باين قوي على الاطفال بحكم ان هم صغيرين، لدرجة ان وجود الشبح ده بقى شيء طبيعي جدا في حياة الاطفال. بقوا بيشوفوه من وقت للتاني، مرات تانية كانوا بيسمعوه وهو ماشي في الطرقة، وخطوات رجله كانت حرفيا واضحة في الفيلا. واكتر من مرة كانوا بيأكدوا ان هم بيشوفوه بعد ما بيتمشى بيدخل في الحيطة. كده ما عادش فيه غير الاب اللي بعد كل ده برضه ما كانش مصدق، لحد ما في يوم كان بيلعب على العود ونسى حتة من اللحن اللي كان بيعزفه. حب يريح شوية وقام، لكن بيتفاجئ بصوت العود بيلعب لوحده وبيلحن الحتة اللي كان نساها. وهنا آمن الأب بوجوده فعليا. كان في الوقت ده تقريبا البيت كله تعايش مع الفكرة، ويمكن ما عادوش بيخافوا زي الأول. كل اللي راح بات في الفيلا دي في يوم وسهر مع عيلة أبو عوف أكد إن هو شافه، وده كان كفيل إن يثبت إن القصة حقيقية. في الفيلا لو بصيت على الحيطة اللي تحت البلكونة هتلاقي عليها دم، مهما كانوا بيحاولوا يدهنوا الحيطة الدم كان بيرجع تاني. الدم ده كان طبعا دم ابن سالمون لما وقع من البلكونة. كمان الراجل اللي اتقتل بالوحشية دي في الفيلا، والأم اللي انتحرت بعدها ب40 يوم، بيأكدوا ان الفيلا دي اكيد ملعونة. من فترة تم هدم الفيلا دي تماما، لدرجة ان هم فجروا الارض من تحت عشان يشيلوا الفيلا من جذورها. والقصة دي موجودة على لسان مها ابو عوف وعزة ابو عوف ويسرى وكذا حد كان زار الفيلا دي، تقدر ترجع لها وتتأكد. بس بما انك وصلت لهنا بقى ما تنساش اللايك والفولو، خلي حبنا لبعض كده رايح جاي، ما يبقاش حب من طرف واحد.